ما زالت 5 جولات على نهاية الرابطة الثانية، وهذه وضعية الترتيب الحالية في المجموعتين. من كل مجموعة يطلع فريق واحد للرابطة الأولى ويهبطوا 2 فرق للدرجة الثالثة. في مجموعة الشمال في الصدارة جندوبة سبور ب 43 نقطة بفارق 4 نقاط عن جمعية مقرين، وراهم كل من المرسى ب 38 نقطة والنادي القربي ب 36 نقطة. بالنسبة للمجموعة هذه فإنه الكفة تميل لجندوبة سبور اللي ضيعت على روحها طلوع عمناول في ماتش البراج ضد مستقبل جيبس. جمهور الفريق مش مستعدين لخيبة أخرى الموسم هذا، لكن تبقى الاحتمالات الكل واردة. مقرين والقناوية باش يلعبوا حظوظهم لآخر جولة. بالنسبة للطيوح في المجموعة هذه فإنه النجم الراتسي من غير أي انتصار في 21 جولة الأقرب للنزول، ومنطقيا طاح للدرجة الثالثة. فما 4 فرق أخرين باش يلعبوا على تفادي النزول في المجموعة هذه، واللي هما مستقبل وادي الليل، منزل بورقيبة، المكنين والقلعة الرياضية. وادي الليل، المكنين ومنزل بورقيبة باش يواجهوا تقريبا نفس الفرق في ال5 جولات اللي مازال. أما القلعة سبور ماتشواتها أصعب شوي، لكن النقطة اللي في صالحها اللي هي بعيدة 8 نقاط على مراكز الهبوط، 8 نقاط على مستقبل وادي الليل. في المجموعة الثانية جي اس كا في الصدارة وتعيش في حلم الصعود قبل 5 جولات من النهاية، لكن إذا الفريق يحب يطلع فلازم جدية في بقية الماتشوات، لأنه وراه 3 جمعيات مش باش يسلموا في حلم الصعود لآخر جورني. القصرين في المركز الثاني ب 38 نقطة وبعيدة 6 نقاط على القروين. في المركز الثالث 2 جمعيات من صفاقس، لوسيكا والساقية، واللي بعد 7 نقاط على الصدارة. في أسفل ترتيب المجموعة هذه نلقاو جمعية الركبة ب 13 نقطة ومهمة تفادي النزول صعيبة برشا. أمل جربة في المركز 13 بعيدة 4 نقاط على الرديف، 5 نقاط على الشابة و6 نقاط على أولمبيك سيدي بوزيد. حسب رايكم شكون 2 فرق اللي باش يطلعوا للرابطة الأولى وشكون ال4 فرق اللي باش يهبطوا للدرجة الثالثة؟